فؤاد المهندس اشترى عقد لشويكار بمليون جنيه، والناس لما عرفت اتلمت على عربيته واتخانقوا معاه، وواحد منهم ضربه بالعصايه فتح دماغه. تبدا الحكايه سنه 1977 لما كان فؤاد المهندس واخته صفيه المهندس واخدين العربيه بتاعتهم ورايحين لشويكار عشان يعزوها في ابوها. وهم رايحين بيتها فجاه لقوا ناس كتير متلميه وكانوا بيهتفوا ضد السادات. وفجاه لقى فؤاد المهندس ناس كتير جدا متلمين حوالين عربيته وقعدوا يخبطوا فيها ويغلطوا فيه. واحد فيهم قال له: انت حرام يا فؤاد ونهب البلد، معقوله انت ومراتك بتاخدوا 10000 جنيه في الفيلم واحنا مش لاقيين ناكل؟ ده حرام وظلم. فؤاد المهندس وقتها اتخض من كلامه وقعد يصرخ فيه ويقول له: والله انا بقالي سنتين ما بشتغلش، انت ظالمني، انا زي لكن برضه الناس كانت بتخبط في عربيته ونزلوا فؤاد المهندس بالعافيه وقعدوا يقولوا له: هو انت شاري عقد لمراتك بمليون جنيه؟ وفؤاد المهندس يقعد يرد عليهم ويقول لهم: انا منكم، انا عملت افلام ومسرحيات تتكلم عنكم وعن مشاكلكم، عيب تعملوا كده فيا. وبقى واحد يشد فؤاد المهندس والتاني يزقه وكان متبهدل جدا. لكن فجاه جه واحد تالت بعصايه وراح ضارب فؤاد المهندس على راسه، وفجاه وقع فؤاد المهندس واتفتحت راسه وحصلت حاجه محدش يتوقع. لو وصلك الفيديو اعمل لايك وشير واكتب في تعليقات وصلك وساعد الفيديو في الانتشار. بيكمل الفنان فؤاد المهندس الحكايه دي في حوار له في مجله صباح الخير نشر وقت احداث مظاهرات الخبز سنه 1977. وبيقول فؤاد المهندس: انا وقتها اغمى عليا لما اتضربت واتفتحت دماغي واتنقلت فورا على مستشفى الكاتب واتعمل لي عمليتين لان كان الجرح كبير جدا. ولما شويكار عرفت ان انا حصل لي الواقعه دي اخذت عربيتها وسابت عز ابوها وجت ورايا على طول. لكن حصل لها نفس اللي حصل معايا، وقفت في الدقي، المتظاهرين اتلموا حواليها، واحد فيهم قال لها: هو انت برضه لابسه عقد بمليون جنيه؟ هو انتوا ايه نهبين البلد؟ لكن وقتها محدش تعرض لها ولا ضربها وعرفت توصل له. وبيقول فؤاد المهندس في حواره: انا لقيت السادات بنفسه بيحكي الحكايه دي في خطاب له عن احداث المظاهرات دي اللي كان مسميها مظاهرات الحراميه، وقعد يحكي ازاي المتظاهرين اتعدوا عليا وضربوني بشكل بشع وانه متاثر جدا بالواقعه دي. لكن فؤاد المهندس بيقول ان الحقيقه اللي حصل معايا ده افقدني الثقه في نفسي وفي الناس، وبقيت اسال نفسي في المستشفى ازاي الناس اللي كنت بضحكهم يبقى جواهم الكره والغل ده ناحيتي. وكنت عمال اسال نفسي هو انا عملت لهم ايه؟ لكن ليه فعلا الناس هاجمت فؤاد المهندس وضربته بالشكل ده؟ السر ورا الكلام ده كانت دعايه معموله لمسرحيه فؤاد المهندس وزوجته شويكار. الصحافه وقتها كانت بتنشر اخبار للمسرحيه وعماله تقول ان شويكار لابس عقد بمليون جنيه، وكانت دعايه كبيره جدا للمسرحيه. لكن فجاه اتحولت الدعايه دي لشحن جوه الناس بقت متضايقه ازاي واحده تلبس عقد بمليون جنيه والبلد بتعاني من المشاكل. والاخبار انتشرت اكتر لدرجه ان فؤاد المهندس ادام الاخبار دي ورد على الصحف وقال لهم: الكلام ده لو صح وانا جبت عقد بمليون جنيه همثل ليه؟ ده رقم كبير ما يخلينيش امثل بعد كده. لكن ولا حد كان مهتم، وكملت الجرايد في الحمله لدرجه انهم قعدوا يقولوا ان في بوليس سري بيحرس المجوهرات دي عشان ما تتسرقش. وكان الفرقه وقتها اللي بتمثل المسرحيه دي كلهم شاكين في بعض ان حد منهم يبقى من البوليس السري، خاصه المجاميع والكومبارس. ومن كتر الاستفزاز اللي حصل للناس بسبب الاخبار دي، في مندوب ضرايب راح فجاه للمسرحيه ودخل على فؤاد المهندس وشويكار وقال لهم: وروني العقد ده، ازاي تجيبوا مجوهرات بمليون جنيه وكتب عليهم ضرايب كبيره جدا؟ شويكار وقتها فؤاد المهندس قالوا له: دي دعايه احنا مالناش دعوه بيها، وراحت جابت له المجوهرات وقالت له: خد دي المجوهرات. المندوب وقتها مسك المجوهرات دي واكتشف انها فلس. لكن الحكايه دي رغم ان فؤاد المهندس كان متضايق من الناس اللي عملوا كده معاه، لكن وطدت العلاقه بينه وبين السادات. وبقى فؤاد المهندس من وقتها اكتر فنان بيدافع عنه، خاصه لما عمل اتفاقيه السلام. خرج فؤاد المهندس في البرنامج الاذاعي المعروف وقتها اللي كان بيقدمه كلمتين وبس، وقعد يدافع عن السادات دفاع مستمر، وبقى يهاجم اي دوله عربيه رافضه الاتفاقيه. فراحت كل الدول العربيه منعت افلام فؤاد المهندس، وكان في حصار شديد جدا عليه. ورغم كل الحصار ده الا ان فؤاد المهندس ما تراجعش عن موقفه، وكان بيزور السادات في بيته،
خاصه ان السادات كان بيحب التمثيل جدا، وقال لفؤاد المهندس وانا صغير كان نفسي اطلع ممثل جدا، لكن الحظ خلاني رئيس جمهوريه. لكن دفاع فؤاد المهندس المستميت عن السادات خلاه يعاني من ضيقه ماديه، خاصه بعد حصار الدول العربيه على اعماله وتغيير ذوق الناس وصعود جيل جديد سحب البساط من فؤاد المهندس. وكان ابرز الوجوه دي عادل امام وسعيد صالح. وقتها قرر فؤاد المهندس في عهد مبارك انه يسكت وما يتكلمش الا في الفن بس، لكن رغم كده كانت علاقته قويه جدا بمبارك. والحكايه بيحكيها فؤاد المهندس وبيقول انا في احد البرامج خرجت وكان وقتها عيد ميلاد مبارك وهنته على الهواء، وانا مروح بعد البرنامج رحت لابني في بيته ولقيت التليفون بيرن عليا ولقيت حد من الرئاسه بيقول لي الرئيس هيكلمك دلوقتي. افتكرت وقتها انها معاكسه وكنت هقفل السكه في وشه. فوجئت بصوت مبارك بيقول لي هو ايه يا استاذ فؤاد، هنقعد نلف وراك، كلمناك في البيت مش موجود، بقالنا ساعه بنلف حواليك. فؤاد المهندس بيقول وقتها انا ارتبكت وقلت له يا فندم انا تحت امرك. لقيت مبارك بيقول لي اشكرك على التهنئه وشكرا على ذوقك جدا. ففؤاد المهندس هناه ومن وقتها علاقتهم بقت قويه جدا. لكن في حكايه ثانيه بيقولها محمد عاشوب المكير الخاص بمبارك وصديق فؤاد المهندس، وبيقول انا في مره لقيت فؤاد المهندس نفسيته سيئه جدا لما ابنه اتحبس في قضيه شيكات، ولقيت فؤاد المهندس بيكلمني وبيقول لي لما تشوف الرئيس مبارك قول له يتدخل في القضيه، انا نفسيتي منهاره جدا ونفسي ابني يخرج من القضيه. وفعلا محمد عاشوب بيقول انا كلمت مبارك وقلت له التفاصيل والرئيس كان بيسمع كويس جدا وقال لي خلاص سيب يا محمد الموضوع ده هدرسه واشوف هعمل ايه. لكن محمد عاشوب بيقول انا لقيت مبارك ما اتدخلش في الموضوع لانه ما كانش بيحب يتدخل في القضيه دي، لكن عمل موقف تاني راعى فيه علاقته كويسه بفؤاد المهندس. امر الداخليه انها تسمح بفؤاد المهندس يزور ابنه في اي وقت، وده لانه كان متعاطف مع الحاله النفسيه اللي بيمر بيها فؤاد المهندس. في نهايه الفيديو هل انت شايف ان دفاع فؤاد المهندس عن السادات بشكل مستميت كان صح ولا لا؟ شاركونا براكم في التعليقات، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، وتابعونا صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب وقناتنا على الشبكة.